كنظن بانه كانت عندنا ثقه كبيره، وهاد الاولاد زادوا عطاونا ثقه اخرى، خصوصا ان كنا كنتسناو ماتش غيكون صعيب. صعيب بزاف، لان ماشي غير الماتش اللي فيه الكره، فلونتوراج ديال المنتخب الوطني المغربي واللونفي اللي حسينا بها والنفس اللي عطاونا هاد الوليدات هادو خلال التورنوا كامله كانت عطينا واحد الثقه كبيره، بالرغم اننا غنلعبوا مع منتخب اللي كيف كنقول منتخب ديال الشماته، عارف يشمت اليابان، عارف يشمت كاع المنتخبات، داز في الظلام. الارجنتين دازت بقوه، لعبات ماتشات صحاح كيف قلنا. فرنسا كان دايز في الظل وغادي بشويه، وكان حتى البارح يقدر يغفلك شي غفله، ولكن بالرجوله البارح وبالنفس قدرنا اننا نديروا ماتش كبير ونتاهلوا للفينال. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنيئا للمنتخب الوطني على هذا الانجاز الكبير، على هذه الفرحه اللي هداو المغاربه، وعلى هذا يعني المستوى اللي وصلوا ليه، واستطاعوا باش انهم يكتبوا سميتهم في تاريخ ديال كره القدم الوطنيه، وباش تعتبر اول جيل كيحقق هذا الانجاز لكره القدم الوطنيه، ان نوصلوا نهائي ديال كاس العالم اللي ربما كتشوف الفرق. يعني بشحال ما شاركناش 20 سنه ما درناش دومي فينال، فكتقول 20 سنه اليوم كتقول راه في الفينال، بمعنى هذاك الحلم ولا هذاك الانجاز اللي ما عاشوش واحد الاجيال سابقه وكانوا غير كيسمعوا عليه، ديال راه هذوك الوليدات اللي كان فيهم ياجور وفيهم بدامو وفيهم عمراني وبزاف ديال اللعابه مع سي فتحي جمال، ربما كانوا كيسمعوا على ذاك الانجاز، اليوم كيشوفوا انجاز افضل واحسن وبروح قتاليه عاليه، لان المنتخب الوطني هادشي اللي وصل ليه عن جداره واستحقاق. حتى ماتش ما كان المنتخب سيء وتقول راه ما كانش يستحق الانتصار، غير سطحنا في شي ماتش ولا جميع المباريات اللي لعبوا المنتخب الوطني يستحق الانتصار، وكيأكد داكشي باللعب بالروح القتاليه، بالانضباط التكتيكي، يعني التعاون ديال اللاعبين مع بعضياتهم. فكنظن بان ما بقاش نقولوا حكا غنواجهوا المنتخب الارجنتين ولا كذا، ولا منتخب قوي. اللي خصنا نقولوا هو اللقب خصو يكون عندنا ان شاء الله، لان هذا ثمره ديال العمل، وهذا واحد الانجاز اللي هاد اللعابه هما اللي وصلونا ليه. كنا كنقولوا جاو في مجموعه اللي هي صعيبه وعايدوزو نشوفوا، مي دابا كتكلم على الفينال وكتكلم على انك كتواجه منتخب من اقوى المنتخبات اللي هو الارجنتين. ولكن حتى يعني خصنا نوجهوا التحيه حتى للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والاداره التقنيه، لان اصروا على ان وهبي يبقى مدرب ديال هذه الفئه ويواصل العمل ديالو رغم يعني الهزيمه اللي كانت في نهائي ديال كاس افريقيا. وقبل ربما ما كانش يعني نتائج اللي هي ايجابيه، فالفئه الوحيده اللي كانت عندنا فيها علامات استفهام هي الفئه ديال الايفاه، ولكن اليوم هي الفئه اللي شرفات كره القدم ووصلتوا النهائي ديال كاس العالم. وبالتالي يعني هاد الوليدات يستحقوا هذا اللقب ان شاء الله، واكيد بهذا الروح اللي شفنا وبهذه العزيمه وبهذه القتاليه وبهذا التعاون اللي كاين بين اللاعبين ان شاء الله غيكون لقب مغربي. ونتمنوا الخير ان شاء الله. شفنا الوليدات البارح كان ماتش صعيب بزاف، كان ماتش صعيب بالنسبه لي انا هو اللي داز البارح، ولكن فرنسا فاهمين طريقه اللعب ديال سي نورمال، كلشي فاهم كلشي وكلشي عارف كلشي، ولكن بريمير ميطا كنا نساليو لافير ان ما عمل جوج راسو راس الشبكه، ما عمل اللي دار ماتش خيال علمي، داكشي اللي دار والجهد اللي عطى ولو نيفو باش لعب مع ماشي مع عما كنزيد واحد النغيزه. الزواني لا ميم شوز، الزواني بلا كلاس ديالو، بالثقه اللي عنده وبالتركيز الكبير ديالو، كيفاش ماركا البيلانتي، كيفاش جات في البيلانتيات ودار لك بانينكا ودار لك النغيزه. هذا كيبين بان كاين واحد الثقه كبيره في هاد الوليدات. مي البارح بروميير ميطون ماركينا البيس مع جاوه جوج ديال لي زوكازيون. الزهواني اللي دار ماتش كبير جاوه جوج ديال لي زوكازيون، ولكن كنظن لو تورنو دو ماتش هما هذوك الجوج اللي دخلوا محنون، هذوك الجوج اللي دخل هذاك 11 وهذاك اللي عطى الباس ديال البيت. جوج ديال اللعابه تكنيكمون سون تري فور، واحد من اليمين واحد من اليسار، هما اللي عطاو ان بلوس وي. ولكن فين كان نقص شويه عندنا في الجهه اليمنى هي اللي كان فيها شويه ديال النقص،
لا بالعكس انا ذاك الوليد والله الا برافو عليه. لا دازو في البروميير ميطون راه البيت جا من الكوتي غوش، هو دار اللي عليه، ولكن شكون اللي ماركا جاي من موراه اللي ماركا اللاكس اللي يدير ليه الماركا لان داز الكره حيت فاش عطى الباس هذاك فاش عطى الباس زهواني عند بالو راه وصل الكره غادي يحيدها، وهذا هنا فين كاين المشكل مني ضرب نغزى عليه هذاك جاي من موراه. انا ما كنقولش بالعكس، خصوصا في دار كرون ماتش برافو عليه وكان دار اللي عليه. ترى هذيك الكره كنبغي العوين هذيك الكره اللي هذيك بال دو ماتش عرفتي هذيك صافي القلب يسكت، هذيك اللي طلع عليها براسو ترى ماشي عرفتي هذيك كنضرب راسك مع الارض، راه هي احنا شفناها بعويناتنا هي هذيك راه الى اللقاء سال الفيلم، حيت هذاك تعاود 60 مره غيضربها في الشبكه. مي الطريقه باش هو مشى ليها وكيفاش خليفي مشى ليها وكيفاش من بعد الكره كتبان له كيلوح مع راسو غادي تضرب راسك مع الارض، هي هذه ديال ضرب راسك مع الارض. برافو ليهم، نيفو عالي في النفس وفي الرجوله كانوا لاعبين. وتا الوقت اللي كنقولوا حنا هذاك وقت الضعف عند المنتخب الوطني اللي ماركاو المنتخب الفرنسي وشدوا الكره وكيضغطوا وداك الشيء، كان تخوف ان نقدروا نتلقاو الهدف الثاني لان هما ورك واحد الوقيته، ولكن المنتخب بقى صابر وكيجيري في اللعب وكيحاول انه ما يديرش اخطاء وما يخليش مساحات، لان تبارك الله عندهم تما فرنسا لاعبين مهاريين اللي دخلوا. فهذاك واحد الضغط تحملوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ضغط كبير بزاف، وخلاهم انهم يدوزوا ديك المرحله ورجعوا في الماتش وكرياو دي زوكازيون. وكنا نتمنوا انه يحسموا في 10 ديال اللاعبين انهم يحسموا، مي للاسف يعني حتى المنتخب الفرنسي كان واقف مزيان. لي بيلانتي راه شفنا الخبره ديال وهبي والناس اللي معاه كيفاش دار شونجمون ديال الجول. فكنظن كتشوف هذا حتى في وسط الماتش كيمشي لك واحد من الاعمده ديال ليكيب ناسيونال وبعد كيفاش تبلونجا باش يجبد الكره ماشي سهله يعني، راه تلاح كله. راه فاش كنشوفوا حتى هو بن شاوش راه جبد واحد 4 من الشبكه، خلى المنتخب الوطني هو الجول بروميتو هو الجول. فكل واحد كيدير الدور اللي عليه. سي نورمال ملي غتلعب ماشي ما غاديش يكونوا فرص ديال راه ماشي لاعب بوحدك، مي كتحس بان واخا كيتكرياو كاين ثقه، يعني كاين حارس في المستوى اللي كيأدي الدور اللي عليه. وحتى الحراس اللي لعبوا من بعد بجوج تبارك الله عليهم، خصوصا اللي جبد البيلانتي في الخامس تبارك الله، يعني يبان واخا كيقولوا واش هذا دخلناه وما هذا، ولكن الكره الحاسمه هو اللي قضى فيها الغرض. فكنظن بان هذا الشيء زعما اللي وصلوا ليه المنتخب الوطني بصراحه مستوى عالي. انا بالنسبه لي كنتفرج وكنقول هذا راه كبر من لاج ديالهم، هاد اللعابه كيفاش لاعبين والطريقه والتكتيك وكيفاش كيجيروا المباراه. كنظن بان كتحس بان سابقين يعني لاج ديالهم، لا في النضج لا في التعامل لا في الثقه لا في الروح القتاليه، وكتحس بهم باغيين يجيبوا. شوف البارح مني الفرحه كيفاش كانت، البكاء انا كتحس بان عندهم واحد الثقل كبير على يعني حاسين به وباغيين باش انه يكونوا اول جيل حققوا شي حاجه ما عمرها تحققت كره القدم الوطنيه، ويستحقوا البارح باش انهم يتاهلوا للنهائي. والحمد لله برافو. شفنا فرحه كبيره، شفنا الدراري داروا ماتش كيف قلنا، ماتش اللي كلشي كان كيتمناه. طريقه باش كتربح فرنسا بهذيك الطريقه باش ربحناها ديال وما ننساش معايا نقاطعك، التحكيم كان البارح فيه مشكل. حمراء ديال هذاك اللي مشى ضرب جاسين فاش قلبهم بجوج ومشى ديريكت مشى ليه، والبيلانتي ما يمكنش ضربه لي في يدو طيحه قدامه وحال هذا وما تصفرش بيلانتي واخا رجعوا للفار. انا ما كنظنش بان هذاك بيلانتي، لان يدو مجموعه وضربها فيه صاحبه. لا ضربها فيه صاحبه. شكون صاحبه ضربها فيه؟ حيت فاش السونطرا راه تنغزات فاش ضربها هو محلوله ماشي مجموعه، ماهاش يدو الفوق يدو لتحت. لا مكبر له كور. لا فاش كنكون مهزوز في السماء ما فيش مكبر له كور. لا انا ما كنضرش بيلانتي، بالعكس الحكم بالعكس انا كنضر التحكيم البارح. لا وفي هذه البطوله كلها كان ممتاز. لا البطوله كان غير هذاك انا لا شوف، ولكن هذاك باش نكون حقاني انا بالنسبه لي هذاك ماشي بيلانتي، لان هو بعد عضيع يعني يدو بحال ما هكا يدو ضايع وضرباته وطاحت قدامه وغيرات لهذاك، لان كانت ممكن تمشي عند واحد من اللعابه ديال المنتخب. دابا انت كتقول بيلانتي، انا كنقول ماشي بيلانتي اذا الاربيط اللي عنده الحق. الحمراء هذيك الكره ماشي حمراء، هذيك صفراء. هذيك علاش صفراء؟ مشى غادي يقسموا. لا
كاين فرق بين قسمو وبين واش حيت ما مشاش لعب الكره، حيت ماشي محاوله. قلبوا القلب الاول ودار ومشى لا هو قلب اي لا خرج جاي فاش غير مشى الطاكل هذاك الطاكل ديال ضربه زعما ما بقاش تخلى علينا بهذا المعنى. ماشي ديال غنمشي نحيد الكره وغنوض نلعب، فهمتي؟ في هذاك فيه الدم مغربي هذاك لوديس ديالهم اللي هو من اصول مغربيه هو سميتهم تقريبا ما عم شي حاجه ما عقلتش على بالنامه ميسان بالنامه. والمهم شوف المهم خدينا الغرض. انا لا شوف انا هذوك اللي كان كيقول لك لا الماتش خداوه عطيناهم الماتش سياسه والله لا ربحتي. شوف تباع الماتش في تباع الماتش وعطينا الماتش. شنو نقول شنو نقول واش خصهم يقولوا لنا وخرج عرفتي راه هادشي اللي كيقتلني انا في بعضين شي بعضين مازال هادو ديال هوك كيجيوك نيشان يشجعوا جميع الشعوب والو كيشجعوا الله يبقاو يشجعوك يا الله راه عجبوني قال لك حنا راه والو المغرب يلعب مع والو غنشجعوا والو في مزيان. ولكن هادو ديال عرفتي اش كنديروا كنجيو كنقول لك شتي المغرب صافي الماتش معطيه لفرنسا، شتي والد والله ما غيدي كوب دافريك، شتي فلان والله ما شتي الراجا غدي البطوله هي اللي دات البطوله، شتي كنقولوا وكنتسناو فاش ما كتصدقش كلشي كيخرج كيفرح وداك الشيء كتدخل وسط منهم تتفرح حتى نتايا. الا صدقات كيقول لك شتي اش قلت لك ما صدقش يقول لك شتي والله الا المغاربه واعرين والله الا الرجوله هادو ما ديال لا الواحد يخرج يجي يشرح لينا قول لنا خويا جي الله يرحم لك الوالدين كيفاش هاد لافير هادي واش كنتي معاهم فاش كانوا كيبيعوا ويشريوا وكانوا كيعطيونا. لا هادي هضره خويا الحمد لله هادشي اللي تحقق فعمل كبير ماشي سهل. الناس حنا ربما كنشوفوا المنتخبات غير لاعبين في الماتشات وداك الشيء ولكن ما كنشوفوش التدريب العمل اللي كيدير الطاقم التقني باش يوجد منتخب واتصل بالانديه باش انهم يعطوك لاعبين واخا ما كايناش دات فيفا كاين اللي كيبغي كاين اللي ما يبغيش. هذه رخمه كبيره هما دابا السواعده اليوم قالوا لك خويا اجي يعني اجي رجع يعني راه ماشي ساهل خصك دير علاقات مع الانديه خصك دير علاقات مع المدربين ديال الانديه باش انهم يوافقوا مره تخليهم مره هذه مره فهمتي تجاه يعني راه حنا كنشوفوا غير التتويج وكنفرحوا ولكن العمل اللي كيدير الطاقم التقني والجامعه والاداره التقنيه وباش هذه الفئه تولي في المستوى وايديسات والايفنت 3 راه عمل اللي ماشي سهل. بالتالي هذا العمل حنا اليوم غادي كنجنيو الثمار ولكن خصنا نحافظوا على هذه الاستمراريه يعني ما نقولوش وصافي راه حنا ولينا مع اقوى الانديه لا مازال خص عمل مازال خصنا نتقوى حتى على المستوى الداخلي بحال اللي شفنا عندنا الزهواني وعندنا لاعبين اللي تبارك الله الصادق ولاعبين ديال توارقه نشوفوا لاعبين ديال الانديه اخرى هما اللي عندهم قيمه وعندهم مستوى باش انهم يحملوا القميص ديال المنتخب الوطني في كاع الفئات لا في الايديسات لا في الايفان لا في غيره من هذا الشيء باش كيجي بالتكوين لان هاد الوليدات اليوم اللي عطاو المنتخب الوطني قيمه جايين من تكوين ديال المدارس اوروبيه ولاد المغرب ولاد الاكاديمي حنا بغينا ولاد المغرب هاد الاكاديمي ديال محمد السادس عطاتنا مجموعه من اللاعبين ولكن الانديه خصها دير خدمتها الرجاء الوداد الجيش اسفي تطوان جديده وغيرهم كاين يعني مختلف الانديه خص يدير خدمته على مستوى التكوين باش يعطيونا لاعبين في المستوى ونتمنوا ان شاء الله الخير نتمنوا الخير ونشوفوا المنتخب الوطني بشي مزيان كيف قلنا المنتخب الوطني ربحنا مدارس كبيره وقارات كبيره ولكن ربح البرازيل وربح اسبانيا وربح تصرتي كاع دابا الواعر شنو دابا كنشوف شكون هذا تركي آل الشيخ حتى هو يصيفط رساله صافي بليزير يشوفوا المسلمين والعرب والناس كلهم والفرنساويين قال لك الله ربحونا المغاربه الحمد لله المغاربه سي لو ماروك صافا برافو لي ماروكان عام يربحونا جادو ديال هكا لينايا تولي دري معاهم ولكن حنا بغيناهم يبقاو بحال هكا دابا غيوليو يهضروا بالاسبانيونيه الاسبانيونيه يوليو يشجعوا الارجنتين هادشي اللي بغينا شجعوا الارجنتين عافاكم ولا ما تشجعوا الارجنتين مع العالم هما جايين في هادشي ديال قطر هما جايين كيشجعوا واللي يشجعوا كيخسر راه هذاك دابا الارجنتين خصهم يتقولوا خويا ما تشجعوناش الوالدين انساونا الله يرحم لكم الوالدين انساونا هذا الماتش هذا خصوصا مع المغاربه فوتونا انتوما نربحوا والارجنتين دخلوا ربحوا الماتش دخلوا كيغنيو داك الشيء وكيهضروا في الاغاني ديالهم كيهضروا على المغرب عارفين اش كيتسناو حنا الاسود حنا جايين المغاربه حنا جايين لكم حتى فين جاي يصير كون تكمش على راسك جايين ولا جايين انت جاي وحنا جايين جايبك جايه بوحدك زعما عندك يشجعوك هادو
تولي دري. ما حنا بخير ما عندناش. ما غاش يشجعوهم اكيد بداو يشجعوا. لا ولكن راه ما يمكنش صاحبي يكون النيفو ديال الكلاخ ديالك واصل هادي للاسف ما يمكنش صاحبي. المغرب في كوب دي موند حنا لا المغرب يلعب مع كرواتيا الناس خاص تكون عندهم فينال كوب دي موند. نورمالمون الاعلاميين خاص تكون عندهم شخصيه وعندهم هذا وما يكونش يكون انسان متحرر وعنده افكار وكيموت بها. للاسف يعني كل شيء بحال ما عرفتش كيتكلموا على ان يشجعوا وما عندهم علاقه ما عارفين شحال الارجنتين واقع فين جات سولوا عليه وما عارفاش فين وكيشجع ويشجع عادي. المهم حنا الحمد لله رحنا في المسار الصحيح. بغا يشجع شي حاجه الله يسهل عليه. وياه اخويا يبقاو يشجعوا. حنا ما كرهناهمش يبقاو يشجعوا كلشي. هما راه كيشجعوا كلشي وهو ما قال لك والو نلعبوا مع والو غنشجعوا والو. شوف دابا الواعر شي دابا الاخرى اللي خارجه عندهم شنو هي. حنا بالنسبه لنا الا ربحنا المغرب بحال دينا كوب دي موند. هذه هي اخر هذا هو الهاشتاغ الاخراني عندهم. الجاره الشرقيه الجزائر يربحوا المغرب سالات الحفله ديال داو كوب دي موند. حبسوا الكره صافي. هما الامنيه ديالهم يلعبوا معنا ويربحونا. هما الامنيه غير يلعبوا معنا ان شاء الله. ولكن باش يربحونا صعيب. انا نعطيهم شي قتل عمرهم ما شافوها بحال الربعه ديال مراكش. انا بالنسبه لي هما دابا خصهم يبداو يحسبوا شحال من عام باش يوصلوا لهذا الشيء. شحال من عام باش يوصلوا للدومي فينال. شحال من عام خصهم باش يوصلوا للفينال. شحال من عام خصهم باش يوليو عندهم فئات بهذا المستوى. هادشي هو اللي خصهم يخدموا عليه. فهمتي يعرفوا شحال من عام يبداو يقولوا. ودابا المغرب بداو بكري وهما وصلوا لهذا الشيء. دونك حنا يلاه غنبداو دابا وباقي ما بداوش هما. الا بداو شو امتى غيوصلوا لهذا الشيء. ودابا راه باقي عندهم الشك واش هذا الشيء درناه حنا ولا داروا الذكاء الاصطناعي. باقي كيقولوا واش ياك ما هادشي مدرح. ياك ما داك مولاي عبد الله اللي بناو مدرح. ياك ما مولاي الحسن مدرح. ياك ما هاد المنتخب مدرح. ياك ما كيلعبوا السحور كاين السحور قال لك المغرب دابا ما قدرش يدير شي حاجه ولا كيديروا السحور. كنديروا السحور عارفين بعدا المغرب عاطينهم تيران خاص لهم بوحدهم ها وعاطينهم هديه يديروا فيه ما بغيتو تيسالي كاس افريقيا. عاطيهم كادو حاطوا لهم في الرباط وغيشوفوا الرباط. راه عندهم مشكل كبير. هما راه ما كرهوش ما يجي حتى واحد. يجي ودابا المشكله هادو اللي غيجيو اللعابه وداك الشيء عندهم نيفو طالع غيبقاو يهضروا بوحدهم. بحالنا رجعوا من مراكش خرج المدرب قال لهم احنا ما كنظنوش بان لاعبين في المغرب. حنا مراكش بحال لاعبين في اوروبا لاعبين من تم مسكين. هو في الغلطه حمادي الغرق المبين. هذاك المصدي تا هو قال لهم لا المغرب تهلاو فينا من تم كاين الغرق. ولكن والله الا عزاز والله العظيم زعما احسن كاميرا خفيه كتفرج في حياتك كيفاش كتفرج فيهم. والله الا كيفرجوا علينا وحق الله. كتبقى تقول انا ندخل المنتخب الامريكي قوي غيدير وغيفعل. المنتخب المغربي ضعيف المنتخب الامريكي هو اللي غيحيد. داز المنتخب فرنسا بطلة العالم. فرنسا دازت فرنسا. زيد الارجنتين يا ربي الارجنتين يا ربي. غادي تصور ديو على كوف دي موند والله تجيب سكته قلبيه. عرفتي القلب يسكت لهم ان شاء الله. شوف الكاس هذا غنديو ان شاء الله. صافي ما بقى قد ما فات ان شاء الله. نهار الحد ان شاء الله ناخذ الغرض ان شاء الله. لا نهار الحد قريب. ما بقاش بزاف قريب. راه غدا غنلعبوا عاوتاني كوب دي موند ديال الدريات مع البرازيل. الماتش الاولاني راه هادشي اللي خصهم يحسبوا. دابا هادو راه حنا فتنا الدراري رقادين. دابا مشيتي الدريات تلعب عاوتاني مع البرازيل وداك الشيء ديال الطاليان. كوب دي موند راه غدا الملعوبه عندنا في المغرب. ما اخبارهمش 5 سنين في المغرب. 5 سنين غدا في ملعب اولمبي المغرب والبرازيل افتتاح. ولو 3 نوفمبر المغرب والجابون كوب دي موند. هو الفرق بين واحد كيخدم وواحد كيهضر. واحد كيخدم باش يزيد القدام ويطور بلاده. واحد كيهضر. هما يا باش يغطيو على شنو واقع وداك الشيء كنتمناو لهم خير. ولكن باش يغطيو على داك الشيء اللي واقع انا ما كنتمناش لهم خير. انا كنتمنى لهم الغرق. عطينا هاد الاتساع عن الغرق المبين. علاش كاين واحد باغيك تغرق وتتمنى ليه الخير. اسمح لي واخ ناخذوا فاصل مع بونو ونرجعوا ان شاء الله. هذه كنزه قابزه كتموت على شي حاجه فيها